بزاف ديال الشباب كيعانيو من القشرة في الشعر اللي كتحك فروة الرأس وكتسبب ليهم الإزعاج سواء في الدار أو الزنقة. اليوم غادي نشارك معكم الأسباب الحقيقية للقشرة. هذا الفيديو غادي يكون مقسم لجوج أجزاء. الجزء الأول هو هذا اللي غادي نشوفوا فيه الأسباب، والجزء الثاني هو الفيديو الجاي اللي غادي نشوفوا فيه الحلول الفعالة والمجربة اللي غادي تهنيك من القشرة. الشعر ديالنا محتاج توازن. بعض الشباب كيغسلوا شعرهم بزاف كل نهار، والبعض الآخر كيغسلوه مرات قليلة بزاف. إلا غسلتي الشعر بزاف، الزيوت الطبيعية اللي كتجي من فروة الرأس وكتحمي الشعر من الجفاف كتختفي، والنتيجة الشعر كيولي هش ضعيف سهل يتكسر، حتى اللمعان الطبيعي ديال الشعر كينقص. إلا غسلتي الشعر مرات قليلة كتجمع الدهون والخلايا الميتة على فروة الرأس. هادشي كيخلي بيئة مثالية للقشرة باش تبان، وكيزيد الحكة والانزعاج. حتى الشعر كيبدا يولي ثقيل، وهادشي كيساهم في ظهور القشرة أكثر. بزاف الشباب اليوم كياكلوا الوجبات السريعة بحال البطاطس المقلية، البيتزا، المشروبات الغازية. هاد الماكلة فيها دهون كتيرة ومواد مصنعة، والجسم كيتعامل معها بطرق كتأثر على فروة الرأس، وهادشي اللي كيخلي الدهون الزايدة كتجمع في الشعر وفروة الرأس وكتخليها دهنية بزاف. حتى الخلايا الميتة كتزيد، وهادشي كيسهل ظهور القشرة بسرعة، وفروة الرأس كتولي أكثر عرضة للقشرة. الحكة كتزاد، والإحساس بعدم الراحة كيولي واضح. بزاف ديال الشباب كيعيشوا ضغوطات نفسية بحال قراية، خدمة، مشاكل شخصية، قلة النوم. هاد التوتر ما كيأثرش غير على النفسية، بل حتى على الجسم وفروة الرأس. منين كتكون مضغوط نفسياً، الجسم كيطلق هرمونات التوتر بحال الكورتيزول. هاد الهرمونات كتخلي التوازن ديال فروة الرأس يكون فيه اختلال، وبهذا كتزاد إفرازات الدهون في فروة الرأس. المناعة كتضعاف شوية، الفطريات اللي كتكون عادية في الرأس كتلقى فرصة باش تكاثر، وهنا كتبان القشرة وكتولي الحكة أكثر، وحتى الالتهاب ممكن يبان مع الوقت. بزاف ديال الشباب كيستعملوا السشوار بشكل متكرر، مكواة الشعر، ولا كيبقاو تحت الشمس مدة طويلة بلا حماية. الحرارة القوية كتخلي فروة الرأس تنشف بزاف، وملي كتجف الطبقة الخارجية ديال الجلد كتبدا تتقشر بسرعة. حيت فروة الرأس ملي كتولي جافة ومتهيجة، الجسم كيحاول يعوضها، وكيوقع اضطراب في التجدد ديال الخلايا كتبدا تموت وتتساقط بسرعة أكبر من السرعة الطبيعية، وهنا كتبان القشرة بشكل واضح. وأشعة الشمس القوية كتزيد الجفاف وكتقدر تسبب تهيج في الفروة، خصوصاً في الصيف. بعض الشباب كيشوفوا القشرة كتكتر في هذه الفترة بلا ما يعرفوا السبب. بزاف ديال الشباب كيستعملوا منتجات باش يبان الشعر مرتب وجذاب، بحال جيل، ترطيبة، الصباغة، كريمات فيها مواد كيماوية قوية. هاد المنتجات فيها مواد كيميائية كتقدر تكون قاسية على الجلد ديال الرأس. منين كتستعملوها بزاف أو يومياً، فروة الرأس كتولي جافة، متهيجة، حساسة بزاف. منين كتهيج فروة الرأس، الخلايا كتبدا تجدد بسرعة غير طبيعية، وكتطيح على شكل قشرة بيضة باينة في الشعر وفي الكتاف. الشباب معرضين لهذا السبب كتر، حيث بزاف كيستعملوا الجيل يومياً باش يثبتوا التسريحة، ولا كيبدلوا المنتجات باستمرار بلا ما يعرفوا واش مناسبة ليهم ولا لا. كانوا هادو أكثر 5 أخطاء شائعة كتسبب القشرة ديال الشعر عند الشباب، وهذا كان الجزء الأول من الفيديو. فالجزء الثاني إن شاء الله غادي نشارك معكم حلول فعالة ومجربة غادي تهنيكم من القشرة ومن الإحراج قدام الناس. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد، وشارك هذا الفيديو مع صاحبك اللي كيعاني من مشكل القشرة، يمكن تكون سبب في حل المشكل ديالو. نتلاقاو في الفيديو الجاي إن شاء الله.